للمدرسين، كلامكم ما بيتنسيش، كلامكم بيفضل محفور في عمر الطلبة حتى وهم كبار، افتكروا ده دايما. أنا شخصياً عمري ما هنسى مواقف اتعرضت لها مع المدرسين في الدراسة، من إيجابية ومن سلبية، جمل اتقالت لي ومواقف اتعرضت لها. عمري ما هنسى موقف اتعرضت له مع مدرسة الفرنسية بتاعتي، وكنت واقفة أنا فاكرة كويس قوي فين، على أنهي سلم، في الدور الكام، باخد رأيها في حاجة وأنا في ثانوي، وإزاي فرقت معايا، وإزاي كانت واقفة تسمعني. شخصيتها كانت قوية جدا، كنا بنخاف منها رعب، بنلتزم قوي بكل اللي هي بتقوله، بس عرفت تعمل التوازن ما بين الالتزام والحب، وعرفت تبقى موجوده. انا فاكره انها كانت من المدرسين القليلين اللي بينزلوا يقضوا وقت معانا وقت البريك تايم، وكنا بنجري عليها من فرحتنا. المدرسين ممكن يكونوا طوق نجاه للطلبه، ممكن يكونوا الامل، ممكن يكونوا الكلمه المشجعه اللي سمعوها، بس كمان هما ممكن يكونوا الوجع والجرح والتعب والميموري الوحشه بسبب جمل طلعت منها. كلامكم يا مدرسين ممكن يبقى حياه او موت. اوعوا تفتكروا ان البنات والولاد في المدرسه بينسوه، ممكن يبين انه مفرقش معاه، وممكن اليومين دول يستقوى ويرد، بس هو وجعته. كلامنا ممكن كمدرسين يخليه يشوف نفسه بطريقه تانية، يصدق في نفسه ويطمن لنفسه ويعرف يحس ان هو يقدر يعمل حاجه، او يطفي تماما. عشان كده احنا كمدرسين محتاجين نفتكر كل يوم الجمل اللي ممكن اقولها: شجع، ربي، طور، وعدل سلوك، لان ده الدور اللي انت مسؤول انك تعمله، لانك بتقضي معاه وقت طويل قوي. وافتكر تحبه كشخص، لان الحب هو اللي هيساعده، مش التخويف والترهيب. ولما يحس ان في نظام وسيستم هيتبع على الكل، هيطمن انه ممكن يكبر ويتغير ويبقى افضل صوره من نفسه.